إلا عطيتك نفس الحياة ديالي بنفس المشاكل بنفس الفرص وبنفس الناس اللي فيها، واش غادي تعيشها بنفس الطريقة ولا غادي تخرج بنتيجة مختلفة؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست سكون. الحقيقة اللي قليل فينا كيعترف بها هو أن الحياة ماشي هي اللي كتقرر النتيجة، الطريقة اللي كنشوفوا بها الحياة هي اللي كتقرر كلشي. واحد النهار كتفيق بكري، الشمس باقا ما طلعتش، كتشوف الطريق خاوية، الناس مازالين ناعسين، ولكن انت الداخل ديالك عامر بالحماس حيت غتبدا واحد التجربة جديدة وانت كلك حماس حيت هذه فرصة جديدة. خلينا نشوفوا العكس. في واحد النهار كتفيق بكري، الشمس باقا ما طلعتش، كتشوف الطريق خاوي، الناس مازالين ناعسين، ولكن انت الداخل ديالك عامر بالخوف. خوف حيت غتبدا واحد التجربة جديدة، نفس الطريق بنفس المدينة بنفس الظروف، واحد كيمشي فيها هو شايف الفرص وكله حماس، وواحد كيمشي فيها هو شايف العراقيل وكله خوف. شحال من مرة لاحظتي هادشي؟ شحال من مرة لاحظتي باللي راك انت عندك نفس التجربة، يمكن عشتيها بشوية الاختلاف، ولكن الحماس اللي فيك ماشي بحال الحماس اللي كان المرة اللي فاتت. واحد الزميل في الخدمة عنده نفس الوقت نفس المهام غير عقلية مختلفة، واحد كيشوف كل صعوبة فرصة وكيحولها النجاح، وواحد كيخلي أي عقبة توقفه ويولي غارق. هنا كتبان الحقيقة ديال أنها ماشي الظروف وماشي الحياة وماشي الناس، العقلية ديالك، الطريقة اللي كتفسر بها الأحداث اللي كتصنع الحياة ديالك. يمكن دابا كتقول ولكن أنا ما عنديش الزهر، ما كايناش إمكانيات، عندي شحال من حاجة ما مضبوطاش. بلاتي وقف شوية واسمع ليا مزيان. هاد الإمكانيات اللي عندك دابا كون أكيد غادي تنقص أو لا تزيد حسب انت كيفاش كتستعمل دماغك. نعطيك مثال صغير. هذا واحد الطالب عنده بزاف ديال المشاكل، لي موديول بزاف على راسو وظروف صعيبة، ولكن قرر واحد الصباح أنه يخصص على الأقل 15 دقيقة باش يبدا هادوك لي موديول اللي فوق راسو. نشوفوا شخص واحد آخر بنفس المدينة في نفس الجامعة بنفس الإمكانيات بنفس لي موديول، ولكن كل نهار كيشك وكيشكي من داكشي اللي فيه وكيحس بالظلم وما دار حتى شي ستيب في الحياة ديالو. شفتوا الفرق واحد أنه يقرر يبدا ويركز على 15 دقيقة على الأقل، و15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة غيولي فرق كبير، ولكن 0 أكيد غيبقى 0. الاختلاف ماشي في الواقع، الاختلاف كيفاش انت كتشوف الواقع. إلا كنتي كتحس براسك متأخر بلا فكرة واضحة وبلا خطة، بغيت نقولك باللي داك الإحساس راه ماشي عقبة، راه إشارة لك، إشارة باش تبدل طريقة التفكير ديالك. لا ماشي باش تغير الحياة كلها ولا تستنى شي حاجة ميراكل تطيح عليك، ولكن غير باش تبدل العدسة اللي كتفرج بها. جرب ماشي غدا في الصباح، دابا جرب أنك توقف دقيقة، نفس عميق وسول راسك أنا شنو باغي نشوف اليوم. وكل مرة كتقلب على الجواب العقلية ديالك كتبدا تبدل. ما كاينش فينا اللي ما عارفش نظرية السيارة الصفراء. هذا واحد الإنسان كيقول ليه كل سيارة صفراء غادي تشوفها غادي نعطيوك واحد المبلغ معين. عرفتوا شحال ديال السيارات الصفرين؟ حتى لو ما كانوش غادي يبدا يقلب عليهم باش يلقى سيارة صفراء. كونوا أكيدين ما غاديش يلقى سيارة واحدة، غادي يلقى بزاف ديال السيارات الصفرين، بكل بساطة حين تبرمج عقله أنه يشوف غير السيارة الصفراء. ومنين العقلية كتبدل الحياة كتولي واضحة والفرص كتبان والمشاكل ما غاديش تقلقك ولا حتى تخوفك. الوضعية ديالك كتولي في يدك. انت دابا راك ماشي ضايع، راك غير غتبدا تشوف وكل نهار غير خطوة صغيرة غتقربك أكتر. والفرق الكبير ماشي في الحياة، في كيفاش انت كتعيشها.
بودكاست سكون ما بين الصمت والتنهد.